لو متعلم انجليزي كويس بس البرونانسيشن عندك ضايع وحابب تتعلم النطق الصحيح وتتكلم بلهجة أمريكية سليمة، شكل كده. I don't know what your business is. I don't know what you're trying to do personally in your life, but there's something that you have to outrun. Every single day when you wake up, there's something that you have to get away from to survive. For some of you is addiction. For some of you is depression. For some of you is your past. For some of you is procrastination. وهكذا. لو مهتم تحسن نطقك وتتقن اللهجة الأمريكية بكل أسرارها، كمل الفيديو ده وأنا هقولك على الخطوات اللي المفروض تتعلم بيها، وهوريك تطبيق عملي للخطوات دي وخليك تجربها بنفسك. دي جملة من أغنية هنطبق عليها الخطوات اللي بقولك عليها، وفي نهاية الفيديو هخليك تنطقها بنفس نطق المغني بالظبط. أول خطوة، لازم تكون قادر إنك تنطق كل كلمة لوحدها بطريقة صحيحة، وعشان تعمل كده لازم تكون دارس الأصوات بتاعة اللهجة الأمريكية. واحد هيقول لي أصوات إيه؟ ما أنا متعلم الحروف والكلمة بتبقى مكتوبة بالحروف، هنطق وخلاص. صدقني لو اتعاملت بالحروف هتنطق غلط تماما. ليه بقى؟ اللغة الإنجليزية فيها 26 حرف، لو كان كل حرف بيتنطق بصوت واحد بس هيكون عندك 26 صوت، وفي الحالة دي مش هيكون عندك أي مشكلة. بس ده مش اللي بيحصل في الواقع. أنت عندك 26 حرف بيتنطقوا ب 44 صوت، وعشان العدد القليل ده من الحروف يستوعب الكمية الكبيرة جدا دي من الأصوات، هتلاقي إن الحرف الواحد ممكن يتنطق بأكتر من طريقة. مثال، حرف السي أحيانا بينطق بصوت الأس زي كلمة سينما، وأحيانا بينطق بصوت الكي زي كلمة كات، وكمان هتلاقي حرف واحد بيتنطق بصوتين اتنين مع بعض زي حرف الأكس، أحيانا بيتنطق بالصوتين كي اس زي كلمة باكس، وأحيانا بيتنطق بالصوتين جيم زاد زي كلمة exam، وكمان هتلاقي حرفين أو أكتر بيندمجوا مع بعض عشان يتنطقوا بصوت واحد بس. مثال، حرف الاس بيندمج مع حرف الاتش عشان يكونوا صوت واحد بس اللي هو صوت الشين زي كلمة shot، وأحيانا حرف السي بيندمج مع حرف الاتش وبيتنطقوا بصوت واحد بس اللي هو K زي الكلمات choir archive. بصراحة كده لو بتحاول تنطق الكلمات دي بالحروف هتعرف منين ان السي اتش بتنطق بصوت الكي؟ طيب سيبك من دي، هتعرف منين الحروف السايلنت اللي بتبقى مكتوبة في الكلمة بس مش منطوقة بأي أصوات؟ كلمة زي توم، انت ايه اللي عرفك ان البي مش منطوقة؟ انما لو درست الأصوات وشفت نطق الكلمة برموز الأصوات هتعرف بكل سهولة. يلا بقى نرجع للجملة بتاعتنا. بعد ما تدرس كورس الصوتيات معانا هتشوف نطق الكلمات برموز الأصوات كده، وهتكون قادر انك تنطق كل كلمة لوحدها بشكل صحيح وتقول you've found your home, it's here with me and here with you. بعد ما تكون قادر انك تنطق كل كلمة لوحدها بطريقة صحيحة، بتعمل الخطوة التانية بقى وهي دراسة قواعد وصل الكلام. القواعد دي هي اللي بتعلمك ازاي تربط بين كل كلمتين متتاليتين في الجملة وتنطق الجملة على بعضها بصورة متصلة. يلا نشوف الكلام ده. دول أول كلمتين في الجملة، يلا نشوف ازاي هنربط بينهم. الكلمة الأولى منتهية بصوت الفي والكلمة التانية بادئة بصوت الأف. لما تدرس الأصوات هتعرف إن الفي والأف صوتين متشابهين. مش هدخلك في شرح الأصوات المتشابهة، بس هشرح لك القاعدة على مثال انت عارفه عشان تفهمها بسهولة. لما يكون عندك كلمة منتهية بصوت ساكن زي have وجا بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن شبيه ليه زي fun، في الحالة دي بتحذف الصوت الساكن اللي في نهاية الكلمة الأولى وتحط مكانه الصوت الشبيه ليه، يعني هتشيل الفي وتحط F، وبعد كده بتنطق الكلمتين بصورة متصلة وبدون أي فواصل وكأن الكلمتين بيشتركوا في الصوت الساكن ده، يعني بتقول have fun. يلا نعمل كده في المثال بتاعنا، هنشيل الفي ونحط F ونقول you found. يلا نربط بين الكلمتين اللي بعد كده. found كلمة منتهية بصوت الدي وقبله صوت ساكن، لو جا بعدها أي كلمة تبدأ بصوت ساكن هنحذف الدي خالص. في الجملة دي جا بعدها كلمة your ودي بادئة بصوت الواي الساكن، وعشان كده هنحذف صوت الدي خالص ونقول found your، فتبقى كلها you found your. يلا نربط بين الكلمتين اللي بعد كده. your منتهية ب'ر sound، لو جا بعدها أي كلمة تبدأ بصوت ساكن هنحذف الR. في الجملة دي جا بعدها كلمة home ودي بادئة بصوت ساكن، وعشان كده هنحذف الR ونقول you home، فتبقى على بعضها you found your home. يلا نربط بين الكلمتين اللي بعد كده. home منتهية بصوت ساكن اللي هو M، جا بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي
it's. وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الأولى ونحطه في بداية الكلمة التانية ونقول homeits. homeits. فتبقى على بعضها you found your homeits. you found your homeits. بعد كده it's منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه here. وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول it's here، فتبقى على بعضها you found your home it's here. you found your home it's here. بعد كده here منتهية ب sound، لو جاء بعدها أي كلمة تبدأ بصوت ساكن هنحذف ال R. في الجملة دي جاء بعدها كلمة with ودي بدأ بصوت ساكن وعشان كده هنحذف ال R ونقول he with. he with. فتبقى على بعضها you found your home it's he with. بعد كده with منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه me. وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى وننطق الكلمتين بدون حذف أو إضافة أي أصوات. يعني بنقول with me، فتبقى على بعضها you found your home it's he with me. you found your home it's he with me. You found your home and stay with me. You found your home and stay with me. بعد كده and أول حاجة هنحذف صوت الدي، بعد كده هنخفف الصوت المتحرك اللي في بدايتها لشوا، ودي لما بتيجي في بداية الكلمة بيبقى وقتها قليل خالص، يعني ما بتقولش an بتقول an، ودي منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت متحرك اللي هي وفي الحالة دي بنشيل الصوت الساكن من نهاية الكلمة الأولى ونحطه في بداية الكلمة التانية ونقول anum. ودي منتهية بصوت ساكن، جاء بعدها كلمة تبدأ بصوت ساكن يختلف عنه here. وفي الحالة دي كل اللي بنعمله إننا بنحط سكون على نهاية الكلمة الأولى، يعني بنقول I'm here. بعد كده هنحذف ال R من كلمة here. وأخيرا with you بتنطق with you، فتبقى على بعضها I'm here with you. And I'm here with you. And I'm here with you. You found your home and stay with me. And I'm here with you. لو خدت بالك لما طبقت قواعد وصل الكلام وصلت لنطق المغني، ولما سمعته وهو بيقول الجملة فهمته عادي بدون ما تحس ان هو بياكل الكلام او بيتكلم باسلوب غريب. لو حابب تتقن المحادثة باللهجة الامريكية وتحسن من نطقك وبالتالي تحسن من سمعك، تواصل معنا على الرقم ده او من خلال رسائل الصفحة، وما تقلقش لو مستواك صفر انا بأسسك من البداية.